كنت قاعد في امان الله بتغزل في الحب شات جي بي تي، فجت لي رساله. جيت اشوف طلع واحد بيسالني سؤال بيقول عايز ويل لكل حاجه. وقتها ضغطي ارتفع ورحت افضفض لشات جي بي تي، فكان رده فقررت اجاوب على السؤال ده، واللي هو ازاي تختار الويز الجديد للسكيت بتاعك. فالسلام عليكم، اخباركم ايه؟ اخبار الدنيا معاكم؟ طمنوا عنكم. معاكم الشوم. النهارده يا جماعه هنتكلم عن ازاي تختار الويلز الجديده للسكيت بتاعك. وقبل ما نبدا، اي ويلز هتلاقوها معانا في فيديو النهارده هتلاقوها في اوربن سكيت ستور. اوربن سكيت ستور هو ستور اونلاين هتلاقوا فيه منتجات كتيره جدا ومتنوعه جدا لقطع غيار السكيت. قريبا ان شاء الله هيكون في سكيتات، فلو عايزين اي منتج موجود في الستور بس قولوا لهم انكم جايين من فيديو تبع هشوم ويعمل لكم خصم جدا رهيب. فيلا ما نطولش عليكم، خلونا نبدا. طيب، اول حاجه ممكن تشوفها في الويل وتقدر تميزها بشكل مباشر جدا اللي هي حجم الويل. وحجم الويلز لو انت لسه بادي في عالم السكيت ولسه ما شفتش السكيت بتاعك، ففرق الحجم بتاع السكيت بيفرق من الحجم في خصوصا اللعب اللي انت عايز تلعب بيه. على سبيل المثال بتلاقي الاحجام من 72 لحد 76 بيكون للاحجام السكيتات الصغيره، بتكون خاصه بالاطفال تحديدا. وعندك الاحجام الاصغر منها اللي هي 86 اللي هي الحجم الويل الصغير قوي، ده بيكون للعب الاجريسيف، بيكون ليه قوانين تانية وحجم الويل المتناسب مع لعبهم اصلا، فده جزء تاني خالص. وعندنا الاحجام المتعارف عليها اللي هي ال 80 وال 84 وعندك ال 90 وعندك ال 100 وال 110. دي المقاسات اللي بتكون خصصه اكتر للعب الاوربن، لعب في الشوارع واللعب السلايدات وحتى الكروز والجمبات. دي الفئه اللي انت بتلاقي فيها اغلب الويلز. واحنا كنا عاملين فيديو هتلاقيها في الاي اللي فوق هنا او هنا، كنا بنتكلم فيه عن الفرق ما بين ال 3 ويل وال 4 ويل، وكان تحديدا عن ال 80 مللي وال 110 مللي. وعندك برضو الويلز ال 110 احنا طبقناها في الاوربن، برضو تنفع معاك في عالم السبيد هي وال 185. طيب انت شخص معاك سكيت وعايز تجدد الويلز بتاعتك علشان هي اتاكلت، او انت عايز تغير نوع اللعب اللي خاص بيك، ودخلت عملت سيرش لقيت ان قدامك ويلز كتيره جدا وانواع مختلفه واسعار مختلفه. اول حاجه لازم تشوفها قبل ما تشتري الويلز الجديده هي مقاس الويلز. وعندك 3 حلول او 3 طرق تعرف بيها حجم الويل المناسب للسكيت بتاعك او تحديدا للفريم بتاعك. واول حاجه بتلاقي ان مكتوب على الفريم بتاعك مقاس الويلز او الماكسيموم لحجم الويلز الخاص بالفريم بتاعك. ونصيحه، خد الحجم الاكبر والمناسب للفريم بتاعك. طب في حاله ان هو مش مكتوب على الفريم بتاعك، عندك خيارين تعرف بيهم مقاس الويلز المناسب للفريم بتاعك. اول طريقه اللي هي الموقع او المواصفات بتاعت السكيت بتاعك في الويب سايت بتاع الشركه. وعندك الخيار التاني ان المقاس ما بين المسمار والمسمار بتاعك لو كان على سبيل المثال 81 مللي، اكبر مقاس ممكن تركب فيه الويلز بتاعتك هو 80 مللي، لان بيكون ما بين الويل والويل مسافه 1 مللي تقريبا عشان الويل تلف. انا حاسس ان انا دوختكم شويه وانا دخت معاكم. خلصنا وعرفنا مقاس الويلز المناسب للسكيت بتاعنا. نيجي بقى على تاني اهم حاجه موجوده في الويلز، وهي الصلابه الخاصه بالويلز بتاعتنا. صلابه الويلز او الهاردنس بتكون مكتوبه على الويلز بشكل صريح الصلابه بتاعتها، يكون رقم وجنبيه حرف الاي الكابيتال. وهي قاعده في كل الويلز، كل ما قل الرقم قلت الصلابه، وكل ما زاد الرقم زادت الصلابه بتاعت الويلز. واغلب الصلابات الموجوده في السوق وتحديدا في السوق المصري هي 84 85 والنادره شويه ال 86 هي وال 88 وعندك ال 90 منتشره بشكل كبير. ولكن في معلومه مهمه جدا جدا، ان ال 85 في شركه اكس مش نفس ال 85 عند شركه واي، وده هو بيعتمد بشكل مباشر على التكنيك اللي الشركه بتعتمد عليه في صناعه الويلز ذات نفسها. وافضل حاجه قبل ما تشتري الويلز او تحديدا نوع معين تسال اللي جربوا الويلز ديت. دلوقتي في حاجه ممكن تشوفها في عالم السكيتات وعالم الويلز اللي هي ويلز بالشكل دهوت وتلاقيها ان هي بتنور. فبينطرح في بالك سؤال كنا دايما بنسمعه، هل الويلز اللي بتنور بتتشحن؟ والجواب بتاع السؤال دهوت هو لا، ما بتشحنش. التكنيك اللي بتستخدمه الويلز اللي بتنور هي بتحول الطاقة الحركية لطاقة مغناطيسية، والطاقة المغناطيسية بتحولها لطاقة كهربائية. دخلتكم في حتة فيزياء شوية، ولكن ده التكنيك اللي هي بتستعمله. باستخدام القطعة المغناطيسية ديت بيكون شحنة موجودة فيها بتلف جوه في شحنة معاكسة ليها، فبالتالي بتولد عندنا طاقة كهربائية، فبتخلي عندك الويلز لما تلفها بتنور معاك. واغلب استخدام بيكون الويلز اللي بتنور ديت هي بتكون للشو، حتى كده
بيكون شكلها رهيب في الكروزات، وحتى الاستعراضات السلالوم بيكون شكلها جدا رهيب. ولكن مفيش حاجه بيكون شكلها حلو جميله جدا واداها رهيب بيكون ما فيهاش عيوب. فكره ان عندك الطاقه الحركيه بتتحول لطاقه كهربائيه، فده بيولد عندك حراره، فبالتالي في السرعات العاليه الويلز ديت قابله انها تسيح اسرع من الويلز العاديه اللي ما فيهاش قطعه مغناطيسيه. فبالتالي لو انت شخص بتحب الداون هيل او حتى بتلعب ان هو في الشمس كتير، فبالتالي الويلز دي حرارتها بتزيد مع الحركه الكتير. بلس ان هي ويلز مش مناسبه للهاي جامب، لو انت بتهتم ان هو تخفف السكيت بتاعك على قد ما تقدر وتختار ويلز خفيفه جدا عشان لما تيجي تجامب الويلز دي مش مناسبه. وفي ويلز للاسف هي مش متوفره معانا، بما اننا بنتكلم عن انواع الويلز اللي هي الويلز الليد شرار والويلز الشرار. الويلز ديت رهيبه جدا جدا، وخصوصا في التصوير الليلي لو انت بتحب تعمل سلايدات، حتى لو انت بتعمل تي بريك بس. ولكن انا عندي بعض التحفظات في الويلز ديت، لان بيكون فيها في التصنيع بتاع الويلز ديت بيكون فيها شرايح حديديه علشان تعمل لك الشرار اللي هي بتعمله، وده بيقلل الكتله بتاعه الويلز نفسها، فبالتالي بيكون عمرها الافتراضي بيكون قليل. وعندنا النوع الاخير اللي هو الافرود ويلز، الويلز اللي هي بتتعبى فيها هواء وتقدر تمشي بيها كانها كاوتش مطاطي بتاع العربيات او حتى بتاع العجل، وده بيكون خاص جدا للعب الافرود او لعب اللي هو في الطرق الوعره كالطين والحاجات ديت، ومش بيكون مناسب للشوارع العاديه كاسفلت وغيره. طيب يا هشام، كلام حلو واستفدنا كتير جدا، ولكن انا دلوقتي محتار مش عارف اشتري اي ويلز. ففي مجموعه اسئله هجاوب عليها، ودي اغلب الاسئله اللي بتنطرح في عالم السكيت كشباب اللي هم عايزين يشتروا ويلز جديده. وقبل ما نجاوب على الاسئله ديت انا عايزك بس تعرف نوع اللعب اللي انت بتحبه. طيب لو انت شخص بتحب السلايدات، بيحب الويلز ان هي تكون بتسلايد معاه، لان في البطولات انت عندك كل ما بتزيد المسافه اللي انت بتسلايد بيها ده معناه نقاط اكتر. بالاضافه ان لاعب السلايد بيكون مش عايز الويلز تعمل مقاومه عاليه معاه، وده اللي بيستفاد منه في الويلز اللي بتكون صلابتها عاليه وبتكون من 90 لفوق، زي الويلز السيبا سلايد اللي معانا ديت اللي بتيجي صلابتها 90. ومع العلم ان الويلز اللي بتكون صلابتها اعلى بيكون العمر الافتراضي بتاعها اكتر، بس مش معنى كده انك انت شخص بتحب تلعب كروز انك تاخد ويلز صلابتها عاليه، لان انت بتحس بالتضاريس بتاعه الارض بسبب ان هي ما تصلش التضاريس الصعبه الموجوده في الارض، بلس التحكم فيها بيكون صعب جدا خصوصا في اللف يمين وشمال. طيب لو انت شخص بتحب تلعب سلالوم، لعب السلالوم بيكون ليه ويلز مخصصه اللي هي الاكس فيرم. الويلز ديت بتكون تقيله، بلس ان هي بتكون طريه بشكل كبير جدا عشان تمسك معاك في لعب السلالوم. في ناس بتحب الاكس فيرم، وفي ناس بتحب اللي هي الويلز اللي بيكون فيها البروفايل بتاعها عادي والكور بتاعها كبير نسبيا مقارنه بالاكس فيرم، وبتكون الصلابه بتاعتها بدل ما تكون 85 بتكون 84، فبياخدوا الطراوه اللي هم عايزينها والتماسك اللي هم عايزينه، بلس ان هم بياخدوا ادفانتج ان هي بتكون اخف معاهم. ايه افضل ويلز للجمبات؟ ويلز الجمبات بتحب الويلز الكبيره وبتحب الخفه بتاعه الويلز، يعني ما بتحتاجش الويلز تكون عندك تقيله، لان كل جرام معاك في وزن اللاعب اللي هيعمل هاي جامب بتفرق معاه بشكل كبير، لو كان في سكيتو او حتى في الجسمانيه بتاعته. اغلب لاعبين الهاي جامب بيحبوا يستخدموا الويلز الكبيره، بنتكلم على ال 110 وال 125، وحتى برضه بيشيلوا الويلز اللي في النص بتاع السكيت لو كان هو 3 ويل، او ال 2 ويلز الموجوده لو كان السكيت بتاعهم 4 ويل. وبرضه بيعملوا تركايه رهيبه جدا ان هم بيستخدموا السكيتات الخاصه بالسبيد علشان هي ما فيهاش كف، وحتى البنيه بتاعتها خفيفه جدا، فده بيديهم ادفانتج اعلى بكتير في حته الهاي جامب. واهم حاجه في حته الهاي جامب الصلابه بتاعه الويلز، لازم تكون الصلابه اقل حاجه، واقل حاجه في عالم ال 110 بتكون 85 لحد معرفتي علشان يكون مناسب معاهم في اللاندنج. طب لو انت شخص بتحب الكروز، بتحب ان هو انت بس تمشي، فافضل ويلز ليك اللي هي الويلز صلابتها 85، والويلز ال 85 بتلاقيها في كل حته. وال 85 ليه؟ لانها بتكون الطراوه بتاعتها رهيبه في الكروزات علشان مش بتواجه التضاريس الصعبه اللي بتكون موجوده في الارضيه، فتحس ان الويل بتمتص الصدمات ديت مش بتوصلها لرجلك. طيب يا هشام، انا شخص والله العظيم مش عايز اشتري ويلز كتير، وبصراحه انا عايز اشتري ويل مره واحده وتنفع معايا كروز وتنفع معايا جمبات وتنفع معايا اوربان وتنفع معايا ان انا اسلايد بيها. اجيب اي ويل؟ بص يا صديقي، جواب على السؤال ده هي انسب ويلز ممكن تلاقيها للعب اللي انت بتتكلم فيه هي الويلز اللي ممكن تلاقيها بصلابه 86 او 88، ولكن خلي في حسبانك ان انت مش هتاخد افضل حاجه في كل حاجه، فانت عندك خيار من الخيارين. اول خيار انك تجيب ويلز لكل فئه لعب انت هتلعبها، وده خيار مكلف جدا. والخيار التاني انك تجيب ويلز 85، دي هتنفع معاك في اغلب الحاجات الا حاجه واحده اللي هي السلايدات، ودي حلها بسيط. ممكن انك انت لما تيجي تتمرن السلايدات تحط ووكس او حاجه بتزحلق علشان تزحلق معاك
معاك ممكن تروح على مكان عندهم سجادة سلايدات لو كانت اكاديمية او حتى مكان لعب السكيت، ويتدرب عندهم السلايدات بالويز ال 85. هتلاقي ان هي بتقفش اكتر من العادي او من الويز اللي هي الخاصة بالسلايدات بشوية، ولكن هتعرف انك تقلل التماسك بتاعها اللي في الطبيعي، وده بالنسبة لي بصراحة افضل خيار ممكن تعمله. طيب انت بقى شخص جيت تشتري ويلز، ولقيت ان عندك في عالم الويلز ويلز كتير جدا، وعرفت حجم الويلز والصلابة اللي انت هتاخدها والويلز المناسبة للعب بتاعك، ولكن انت لقيت اختلاف كبير جدا مع اختلاف انواع كتيرة جدا وشركات وبراندات كتيرة جدا في عالم السكيت. ممكن تلاقي ويلز 80 مللي تلاقيها ب 1200، وويلز تانية ومن شركة تانية هتلاقيها ب 5000 جنيه. وهنا حتة مفصلية ومش ناس كتير ممكن تعرف عنها وعايز اتكلم فيها باستفاضة شوية. عندك على سبيل المثال شركة فلاينج ايجل، مش كل الموديلات بتاعت الويلز بتاعتهم بيستخدموا تكنيك غريب جدا في صناعة الويلز، ان هم بيخلوا السحب بتاع الهواء اللي في الاطار الخارجي بتاع الويلز بيكون اكتر من الجزء الداخلي بتاع الويلز، فده بيديك اضافات او حاجات رهيبة ان هو الويلز عندك بتقدر تسلايد فيها، وفي نفس الوقت التماسك والطراوة بتاعتها في الجامبات بتكون حلوة جدا، ولكن ده هو بيترجم عمر افتراضي اقل من الطبيعي بشوية. وعندك في الجانب التاني عندك شركة رولر بليد اللي بتستخدم تقنيات معقدة في الويلز بتاعتها اللي بيخلي العمر الافتراضي بتاع الويلز بتاعتهم عالي جدا، وبيكون السحب بتاع الهواء من الويلز ذات نفسها من بعد ما يصبوا المادة ذات نفسها بيكون قوي جدا، فده بيبرر ان هو العمر الافتراضي بتاع الويلز عندك اعلى، وده معناه كوست اعلى او تكلفة اعلى للويلز. وعندك على سبيل المثال عندك شركة اف ار وسيبا في استخدامهم وبنائهم للويلز بتاعتهم بيكونوا في النص ما بين رولر بليد وشركة فلاينج ايجل، ولكن بيكونوا تقديماتهم للقيمة بتاعتهم بتكون رهيبة. وده بصراحة من تجربة شخصية، انا الويلز اللي عندي غيرتها، كان عندي الويلز اللي جاية مع الاتش سي ايفو اندر كفر رو ويلز بتكتك وبتطلع مزيكا وانت ماشي وبتعمل اصوات غريبة وفي الاخير بتنكسر. واجهتني المشكلة ديت من بعد 4 شهور من جبت السكيت، فاضطريت ان انا اغير الويلز اللي عندي وجبت اللي هي الاف ار ستريت كينج 110. والويلز لحد النهارده يا جماعه شغاله معايا، اي نعم بتواجه مشاكل، واي نعم الكور بتاعها اتنى وحصل فيه حاجات غريبه، بس الويلز دي ما بتتاكلش ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني انت همشي دلوقتي العب بيها سكيت بقى عليها اتكسرت او حصل لها حاجه، ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن بقالها اكتر من سنه معايا والويلز جدا رهيبه، فدي حاجه من تجربتي الشخصيه. بس الى هنا وصلنا هذا الفيديو، ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اتمنى انكم استفدتوا من الفيديو ده. هو ما تنسوش رابط اوربن سكيت ستور هتلاقوه تحت في رابط الديسكربشن، وما تنسوش تقولوا لنا رايكم على الفيديو واللايك بقى والسبسكرايب، اهم مني انا شخصيا. بس لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كان معكم الشوم، في امان الله الكريم. السلام عليكم. I love you. وعرفنا اوكي، شكرا ليك.